ثانية واحدة بس حضرتك، أنا عايز أفهم حاجة. إيه الاختراع ده بالظبط يفيد الناس في إيه؟ يفيد الناس أولا يحميهم من شر الأمراض زي الفشل الكلوي. الفشل الكلوي والفيروسي والكلام ده والوباء الكبدي وكلام الأمراض اللي هي يعني ما كناش نسمع عنها إلا في أمريكا وكده. تمام. وبعدين يوفر مياه للدولة، يوفر كهرباء للدولة، وإحنا في مشكلة، احنا في حرب عالمية مع دول حوض النيل. تمام. يعني اهم مشكلة هي مشكلة. ايوه، الاختراع ده عبارة عن ايه؟ فلتر مية متقدم. ده جهاز بيحافظ على نقطة الماء من الهضبة. القاهرة بتصدر مية يوميا ب 5 مليون 6 مليون جنيه يوميا رايحين في المجاري. القاهرة بس 6 مليون جنيه رايحين في القاهرة مية مهدرة. ده بقى بيحافظ على نقطة الماء من الهضبة. بمعنى ان عند امتلاء الخزانات إدارة العدل مثلا البواب بيشغل الموتور ويمشي يروح السوق يروح هنا الخزان مليان ميه ومغرق الدنيا، وطبعا والموتور شغال بيسحب كهرباء والميه مهدره بتنزل على المجاري تعمل صراصير وحشرات وبلاوي زرقاء وريحه كريهه. دي ما متوفره في مرسى مطروح. كل ده بنشربه في الميه. احياء كامله في مرسى مطروح غرقانه في المجاري بسبب عدم جهاز زي ده. ايوه، الجهاز ده بينق ميه الخزانات. لما بنقيه فيه بقى يعني هيتعمل له اضافه قبل التصدير ان شاء الله، قبل الانتاج عمل له نظام تنقية الماء بالكربون، يعني عن طريق الكربون عشان الناس تفهم. ايوه، يعني الجهاز ده بينقي ميه احسن، يبقى احسن من الازايز، الميه الازايز. ايوه، يعني الميه المعدنيه. تبعه خزان لشرب المياه النقيه جدا. احسن من الازايز اللي هي الميه المعدنيه دي والكلام ده. دي الميه المعدنيه دي اي كلام. طيب انت اخذ براءة الاختراع دي بالك قد ايه؟ بقالي 11 سنه. وعملت بيها ايه؟ لفيت كعب داير بقالي 11 سنه. حتى فاروق الباز كان هيبكي وانا لما قابلته في الجامعه الامريكيه وبحكي له معاناتي 11 سنه مع النظام الفاسد كان هيبكي، لدرجه رئيس الجامعه الامريكيه بيقول لي طب خلاص يا دكتور حامد هنشوف لك حل للمشكله بتاعتك. راح ضربه في كتفه وقال له سيبه خليه يكمل كلامه. ده فاروق الباز. هو حضرتك دكتور في ايه؟ في الابحاث دي. في البحث العلمي. واصلا مخترع وفنان تشكيلي. تمام. عضو 18 جمعيه ونقابه. تمام. منهم الجمعيه ديت اللي هي جمعيه المخترعين. حضرتك اهي. لا ده شكل اسمها دلوقتي اهي. حضرتك اهي. معلش. ايه الكرنيهات دي كلها يا استاذ حامد؟ كل ده كرنيهات جمعيه المخترعين العربيه وجمعيه مستقبل مصر برضه كلها جمعيات اختراعات وابحاث والحمد لله. يعني طب انت حاسس ان بعد الثوره الامور اختلفت؟ بعد الثوره يعني مش قوي، ما حسيتش قوي الا لان ثقتي في عصام شرف الحقيقه قبل الثوره كان عمل ندوه عندنا في نقابه الصحفيين عن النقل لانه كان وزير نقل. وبعدين الزملاء كل واحد قدم له نفسه قال لنا صحفي الاخبار في الاهرام. انا ما قدمتلوش نفسي بصفه صحفيه، قلت له راجل مخترع احمل براءه اختراع رقم كذا في كذا كذا. قبل ما يتكلم قال لي ايه بقى، انا جالي في نظر من الحاجة. قال لي الحمد لله ان لقيت ليا زميل مخترع، دكتور زميل مخترع في نقابه الصحفيين. من هنا احترمته، كان اول تعارف بينا. طيب عمل لك ايه بقى بعد كده مفيد؟ ما عملش حاجه الحقيقه. عندي 6 تليفونات 7 تليفونات رحت له مجلس الوزراء، السكرتيريا اكلمهم ما فيش حد يرد طبعا، وبدعي له مع ذلك بدعي له لانه اول المشوار له السودان عمل لنا طبعا القمح واللحمه والكلام ده، وده حاجه برضو يعني نعترف له بيها. يعني بغض النظر عن انه يعني نفسه طويل في حاجات كتير. يعني نفهم من كده ان انت كنت بتكافح قبل الثوره 11 سنه 11 سنه ولا زلت تكافح بعد الثوره؟ ولا زلت اكافح بعد الثوره. والصندوق الاجتماعي بعد ما دوخني 11 سنه بدا يتصل بيا وبرضه مدوخني يقول لي شوف لي مقر. في بقى مشكله بواجهها حضرتك، ان انا ساكن قانون جديد رغم ان انا في الشارع بقالي 45 سنه. اتحول الموضوع واشترى العماره واحد عضو مجلس الشعب من يعني ما فيش داعي لذكر اسماء، عضو مجلس الشعب بالنظام الفاسد القديم. رفع القديم بيهددني بقى قرب العقد ينتهي، بيقول للناس بيتوسطوا يعني بيقولوا ده راجل كبير ومخترع وبيفيد الدوله. قال لهم لا، يا يدفع لي 3000 جنيه ايجار الشقه يا يطرد في الشارع. ده مأثره فيها جدا وعايز اوصلها على طريق الفيسبوك عن طريق حضراتكم لكل ان نلغي قانون طرد الناس المصريين في الشارع. عمر شعب مصر ما اختلط في شوارع مصر الا في العهد والنظام الفاسد بتاع حسني مبارك. يعني ايام سادات الله يرحمه ما حصلش القانون ده اتطبق. ايام عبد الناصر الله يرحمه خفض 4 تخفيضات كان كلنا عايشين في سعاده. فمن هنا بنادي وبرفع صوتي فوق ان صاحب العماره حزب وطني
وعضو مجلس الشعب، حول الجنيه في العماره، كان الشقه ب 6 جنيه ونص و7 جنيه، حولها الجنيه حوله ب 1000 جنيه. يعني بيلم منها دلوقتي يمكن 300,000 200,000 250,000، وطبعا كل ده رايح على البلطجيه، لان احنا كلنا عارفين ان كل الحزب الوطني الفاسد هو اللي بيصرف على البلطجيه. حتى عليه 8 شهور مش هان عليه صعب، حاسس انه بيساهم في قتل الناس وخطف بنات الناس واغتيالات الناس لغايه دلوقتي. ان شاء الله مش هتطرد من بيتك يا استاذ حامد، ومتشكر جدا ارجو هذا، وارجو رفض هذا القانون تماما، يعني ارجو الغائه تماما، لان هذا القانون لا يليق ابدا بكرامه الساكن المصري اللي هو بنهايه العقد